ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي وصفة بيت الخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة. حاجة كده تحفة يا جماعة. زي ما انتوا شايفين طبعا جوسي طرية، والقطعة كده متماسكة، في نفس الوقت برضه جوسي طرية جدا، وطعمها روعة يا جماعة. بس قبل ما نبدأ في وصفتنا النهاردة نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف هنعمل ايه. هنا أنا كنت سلقت المكرونة وجهزتها كده. بعد كده هبتدي أعمل البشاميل. حطيت هنا السمنة البلدي 3 معالق كده مليانين حلوين. بعد كده هجيب الخلطة بتاعتي بتاعت كنور اللي هي الجاهزة، أنا مفضيها في طبق بس هنا، مع التقليب فيها كويس لغاية لما تاخد معانا لون يعني فاتح كده مش غامق. احط بعد كده اللبن واوطي النار يا جماعة عشان ما يكلكعش. انا هنا كنت وطيت النار. افضل اقلب طبعا لغاية لما يبتدي قوامها يتقل. هنا انا جبت شوية من البشاميل اللي انا عملته وحطيته على المكرونة، وهبتدي اقلب المكرونة كويس جدا. هنا جبت الصينية بتاعتي ودهنتها، هبتدي احط نص كمية المكرونة وافردها كويس طبعا. هنا بقى يا جماعة العصاج بتاع اللحمة المفرومة حبيت اوريهولكوا كده وانا بسخنه. هو بصراحة انا ما كنتش لسه عاملاه جديد، يعني انا كنت مفرزاه في التلاجة في الفريزر، وطلعته يدوبك على التسخين بس وحطيته على طول. بصراحة الموضوع ده بينجزني جدا. طبعا احنا كلنا عارفين يعني تسوية اللحمة المفرومة. بجيب الصينية بتاعتي احط فيها سمنة، اسخنها كويس وانزل الاول باللحمة المفرومة بتاعتي تاخد صدمة. يدوبك اول ما تاخد لون ابتدي احط البصل بتاعي واقلب، واحط بقى الملح والفلفل، لو عندي 7 بهارات برضه احطها، وبس كده لغايه لما تستوي. والحركه بتاعه ان انا انزل باللحمه المفرومه دي الاول يا جماعه حلوه جدا، عشان اللحمه بتاعتي ما تنزلش السوائل اللي فيها وتنشف. فالحركه دي حلوه جدا، يا ريت يعني تتبعوها. بعد كده هنزل بباقي المكرونه بتاعتي. هنا البشاميل، انا بحب جدا يا جماعه احط على البشاميل بيضه، بتدي طعم احلى طبعا، وبتزيد برضو من القيمة الغذائية للبشاميل بتاعتنا. اقلب بقى كويس، وخلي بالكم يا جماعة ان البشاميل بتاعنا كان بارد، ما ينفعش نحط البيضة على البشاميل وهو سخن. بعد ما حطينا البشاميل هنفرده كويس على وش الصينية، وهنجيب جبنة رومي مبشورة ونرشها على وش الصينية، بتدي طعم يا جماعة فظيع للبشاميل. طبعا الخطوة دي اختيارية بس هي بتبقى تحفة جدا، جربوها فعلا عمركم ما هتندموا. شايفين هنا بقى بعد ما طلعت من الفرن القطعة متماسكة، في نفس الوقت من جوه دايبة دايبة خالص، جوسي جدا وطرية، تحفة يا جماعة. انا من طعمتها ما قدرش استنى لما اقفل الفيديو، وحبيت اوريكم معايا الجمال. تحفة، جربوها بنفس الطريقة يا جماعة بجد هتدمنوها. هنا بقى نكون خلصنا وصفتنا النهاردة وكلناها كمان يا جماعة. وإن شاء الله يا حلوين أشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة. ومع السلامة وأشوفكم على خير.